يا صباح الورد على عيون اغلى واحلى متابعين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. انا طالعه من محطه مترو مسبيرو، يبقى اكيد عرفتوا انا رايحه فين. انا رايحه سوق الحد في الوكاله، سوق الحد في الوكاله. انا هنا طالعه اهو من محطه مترو مسبيرو، اللي على شمالي هناك ده متحف المركبات الملكيه. اللي على يميني بقى، الطريق اللي على يميني ده كله ده طريقكم لابو ادم الغول وشركه الكهرباء وكل الفروشات اللي بصور معاها عند مستشفى الجلاء. تمام. انا كده اديتك السر، حتى لو هتنزلي محطة مترو مسبيرو عرفتك تمشي ازاي لو عايزة تروحي اي مكان انا بصور فيه. وكمان ملحوظة تانية، في بث مباشر النهاردة الساعة 9، من 9 ل9:30 بعد صلاة العشاء، ايا كان هتبقى الساعة كام ان شاء الله. يعني هيبقى 9:30 لو فتحتي هتلاقي البث شغال بإذن الله. لكن انا النهاردة قصد طريقي فين؟ سوق الحد. عشاق سوق الحد بقى يجولي هنا ويجوا على سكتي بقى. النهارده عندي سلسله فيديوهات في سوق الحد، مش قادره اقول لكم هتعجبكم قد ايه. بصوا بقى اللي انا شاورت عليه ده متحف المركبات الملكيه. انا لغايه دلوقتي مش فاهمه يعني ايه. هل دي مثلا السيارات بتاعت الملك فاروق؟ اي ركوبه كانت تخص الملوك، صح كده؟ يعني اللي فاهم حاجه يقول لي. ده اللي انا فهمته تقريبا، هو ده صح. عامه انا بعشق الحاجات القديمه، والاسم نفسه عجبني، المركبات الملكيه. يعني اي حاجه كانوا بيركبوها الملوك هتلاقوها في المتحف ده. بجد بجد انا عندي فضول ابقى ادخل والله يعني وادخل وازور واتبسط. انا بعشق المتاحف. تمام. بس مش ده موضوع حلقتنا. عامه يعني بصوا بقى، اول حاجه بقابلها عند زكي السماك دايما شنط ام مصطفى. دي شنط ام مصطفى، مش قادره اقول لكم الشنط كانت بكام النهارده، والله ما هتصدقوا. واللي راح سوق الحد هو اللي هياكد كلامي، وهو اللي هيدخل ويقول لي والله صح كلامها صح. كانت ب50 جنيه الشنط النهارده، تخيلوا. الشنطه كانت ب50 جنيه يا بنات، والله العظيم. وشنط جميله وفيها اوريجينال. تمام. بس هتلاقوا مثلا واحده فيها تقشير بسيط، ديفو بسيط. ديفو بسيط مش شرط يكون تقشير. اللي فيها تقشير دي اسمعوا كلام انا، ما تشتروهاش. خلاص كده دي يعتبر كده جالها سرطان. اه بالظبط، سرطان ده يعني خلاص كده الحاجه مفقود الامل فيها. فاهميني؟ انا بديكوا الصوره الصح. اي حاجه فيها تقشير يا بنات ما تشتروهاش، اي حاجه. انا لسه عندها اهو، بس هي نقلت الفرشه الناحيه التانية قدامها، وقعدوا بقى يشيلوا ويحطوا ويعملوا، فالدنيا كانت معكوكه عكه. كان في زحمه رهيبه بقى عندها جدا. لو تلاحظوا بصوا، ناس كتير، ايدين كتير عماله تنقي معايا، مش انا بس. فاهميني؟ كانت الشنطه ب50 جنيه. يعني مثلا دي تنفع قوي قوي في الرحلات، شنطه كبيره جدا وفضفاضه قوي من جوه. انا نفسي بعد ما خلصت يعني بصوا دي مثلا اوريجينال. بصوا ما فيهاش ولا ديفو واحد، والله ما شفت فيها اي ديفوهات. بكام يا شيرين؟ ب50 جنيه. علشان كده بقول لكم الاسعار النهارده كانت حلوه خالص. اول مره اشوف الاسعار دي لام مصطفى، اللي هي الشنطه ب50 جنيه. بصوا فيها شنط كمان تنفع اطفال زي كده. وبصوا جواها الحزام بتاعها، وشايفين حاجه اوريجينال جميله قوي. 50 جنيه، يعني ايه 50 جنيه؟ انا مش فاهمه. فعايزه اقول لكم الشنط النهارده كانت حلوه قوي، ودي اول بدايه قابلتها في سوق الحد. لما الناس هجموا بقى قال لي خلاص يا استاذه كفايه كده، ايه عشان الدنيا زحمت. تمام. دخلت بقى ومشيت في امتداد كده الشارع اللي هو بقى يعني خلاص بقى انا عايزه امشي بقى عند ناحيه الكورنيش بقى، والفروشات اللي في الجراج والكلام ده كله. تمام. دخلت بقى لقيت لكم المنبع ده فيه شويه تيشرتات اوريجينال تحفه. انا هنا فين بالظبط؟ انا بالظبط كده واقفه قدام. هجيب دلوقتي الكاميرا عند المحل اللي انا واقفه عنده. يعني بصوا انا قدام زكي السماك، بس جنب الكوبري. تمام. مش في قدام زكي السماك كوبري كده. انا ليه بقى بعمل البث المباشر ده يا بنات؟ هقول لكم ليه. النهارده اللي يدخل البث المباشر مثلا عايز يسالني يا شيرين، هو انت لما كنت بتصوري التيشيرتات قولي لنا كنت واقفه فين بالظبط، اوصفي لنا بالظبط. فاهميني؟ يعني انا البث ده لاني انا في التعليقات ما بيوصلش كل حاجه، ما بعرفش اوصل كل حاجه، او ممكن اوصل كل حاجه بس في لسه تركايه صغيره ما وصلت لكيش. فانا قررت اعمل البثوث دي عشان كده، اقسم بالله. يعني يعني الحمد لله، هي دي النيه. الحمد لله عشان خاطر يبقى الرد صوت وصوره. فلما يكون صوت وصوره هوصل لك المعلومه اكتر. اهو بصوا جبت المحل اللي قدامي اسمه براند. تمام. فعايزه اقول لكم المكان رائع، اكتر من رائع كمان. كله تيشرتات اوريجينال ب50 جنيه. تمام. ب50 جنيه. هنا بقى لقيت جنبه المنبع ده كلكم سألتوني عليه.
وانا قعدت ادعبس لغايه ما لقيته. بصوا بقى، مايوهات اوريجينال، براهات اوريجينال، كله اوريجينال، كله اصلي، كله بتاع بلاده، مش قادره اقول لكم. بصوا انا فين، قدام محل ضجه، ده الشارع اللي هو يعني يعتبر قدام زكي السماك. برضو انا كده برضو ما بعدتش عن زكي السماك، تمام، انا ما بعدتش عن زكي السماك. عايزه اقول لكم المكان حرفيا ولا اروع من كده. لو عروسه هتاخدي من المكان ده شويه حاجات روعه روعه. الاسعار بقى من 150، من كده يعني. بصوا هي بتبدا من 200 وبتنزل، بتبدا من 200 وبتنزل. انا ليا اوصل لك الحاجه اللي انا اللي انتي سألتيني عليها، لكن انا بصوا هما بيقولوا ان الحاجات دي في المحلات غالية بطريقة رخمة. هما نفسهم لما انا اول ما قال لي المايو مثلا ب200، بصوا مثلا ده كان امور قد ايه وينفع عروسة. لأول ما قال لي 200 طبعا انا اتخضيت، بينت ملامح لخضضان كده عارفين. فراح قال لي يا استاذة اسألي على الحاجات دي بره في المولات. فعلا يا بنات الحاجة دي انا سمعت ان هي غالية قوي. يعني انا بعد ما روحت البيت بسأل اخواتي بقول لهم الحاجات دي غليت قوي كده امتى؟ قالوا لي دي الحاجات في المولات يعني بيحطوا سعر عبيط، فاهميني؟ فسوري جدا، انا اسفه، بس كان لازم يعني ان انا اصور لك برضو المكان واصور لك الحاجه، ربما تروحي وتاخدي منه اللي انت عايزاه او اللي انت كنت بتدوري عليه. صورت لك المحل اللي انا واقفه قدامه بالظبط، اسمه ضجه. المكان ده مش مايوهات بس ولا لانجري بس، المكان ده كمان عندهم لبس وعندهم كل حاجة. بس انا ما صورتش اللبس ليه؟ لان انتي كنتي طالبة مني ده، انتي ده كان طلبك. بصوا في اوفر سايز ازاي، عندهم مقاسات كبيرة بالكم بقى يا بنات. شايفين المايو قد ايه شيك قوي وجميل والله العظيم. عنده شوية مايوهات وعنده كرسيات كمان وبراهات واندرات، حاجات كلها اوريجينال. والله بالامانة انتي هتبقي واقفة مش عارفة تنقي ايه ولا تختاري ايه. فمعلش احنا يعني الحاجات دي مش ايه، يعني هي بيبقى مرة او مرتين اللي بنجيبها مثلا يعني انا بدي مثل، بيبقى دلع كده بس. لكن عايزة اقول لكم مش هنجيبها كتير، فليه ما نجيبهاش كده. بصوا هنا قلت له اعمل لايك عشان عمال يقول لي صوريني عشان الناس يعرفوني. قلت له هيعرفوك من غير حاجة، انا متابعيني يعني طلبوا مني الحاجة دي وهيجوا لك ان شاء الله باسم القناة، بس كريمهم. قال لي حاضر عينيا يا استاذة انتي ومتابعينك تمام. هنا بقى قررت ادخل السوق. اول حاجة قابلتني حاجة ام عبد الله القمر دي، انا بشتري منها على طول. وعايزة اقول لكم على حاجة كمان في الفيديو ده، السوق ده يا بنات مليان سلع غذائية. اوعوا، حذاري من اخت، حذاري ان انتوا تجيبوا من السلع الغذائية المعلبة والهري ده. والله العظيم انتوا بتضحوا بنفسكم من غير ما تدروا. وما تزعلوش مني، انتوا مثلا بتقولوا الاكسباير بتاعها سليم والكلام ده كله، انا برضو معلمش يعني ده ايه. طب ده لما الاكسباير بتاعه سليم ايه اللي يخليهم يشيلوه من الماركت ويرموه هنا في السوق؟ مش فاهمة. فوالله ده وراه حاجه هقول لكم زي ايه بالظبط. زي موضوع، بصوا يا بنات انتوا اتفرجوا على الحاجات دي يا بنات ب7.5 وب10 وحاجات كده اسعار عبيطه. ده ب15، مش قادره اقول لكم هاند وش تحفه يا بنات. انا خدت منه بالعسل، فظيع. كلمه رهيب، بلاش فظيع يعني وحش ماشي، رهيب بمعنى كلمه رهيب. معلش يعني الشاور جيل ده شغل فنادق. وبصوا ده عارفين منتج بايوبنت او بايوبونت، مش عارفه، انا كنت زمان بجيب منه كريم المنتج ده، وكان والله ساعتها في عز الرخص كان ب70 جنيه العلبه. تصدقوا بقى؟ من 15 سنه، صدقوني والله. البايوبنت ده كان صبغه هنا عندها ب20 جنيه. طبعا المنتج معروف، عامل زي دوف كده، دوف منتج هايل بكل ما فيه. عندها الصابون ده ب50 جنيه. حرفيا الصابون ده كلمة معجزة دي قليلة. الصابون ده تقدري تقدري تلمعي بيه الالومنيوم. والله العظيم انا بشتري منها عشان المع الكام حله الالومنيا اللي عندي. انما انا ما عنديش غير تيفال، بس في كام حله كده الومنيوم عندي من جهازي بصراحه
انا شحنت كل الالومنيوم اللي عندي لاهلي وكده من ساعه ما ابتديت اجيب التيفال، من ساعه ما جبت غساله الاطباق. لكن في كام حله كده معتزه بيهم كده، اللي هم بدات بيهم حياتي، فاهمني؟ فبحب قوي لمعهم. ايه اللي نفع بقى؟ البريل بصراحة نمرة واحد، ثم ده بقى بيزود التلميعة كده. مش قادرة اقول لكم، الكيلو ب50 جنيه حرفيا. انا باخد منها نص كيلو كل شهر ولا كل شهرين كمان. انا لو اقسمت لكم بالله ان ده كريم مش صابون، تصدقوني؟ انتوا عارفين ان انا عندي مصداقية. انتوا تحسوا ان انتوا بتغسلوا ايديكم كده بكريم. عارفين صابون الدوف كده في الملمس بتاعه كريم بالظبط كده كريم. وعندها الليف ده الواحدة ب5، تمام؟ عندها الليف ده الواحدة ب5. وعندها المناديل دي تقريبا التلاتة ب10، المناديل اللي هي بواقي مناديل بتاعت التواليت، تمام؟ اهي المناديل دي 3 ب10. الليف ده الواحدة ب5. الست دي بقى لازقة فيها، تمام؟ لابسة خمار كده، وست طيبة جدا. ماشي، كانت بتقعد عند زكي السماك الاول. الناس ربنا يسامحهم، في ناس بتغلس والله، ربنا يسامحهم. كنت كل ما اروح اصور والله يا عيني الاقيها بتتخانق مع الناس، والناس بيضايقوها، يعني الناس بيضايقوها، تمام؟ لغايه بقى ما لقيتها في المكان ده وخلاص استقرت. قلت لها انا بقالي كام مره بشوفك هنا. قالت لي ما هنا احسن واهدى. قلت لها كنت كل ما اجي هناك الاقي، بصوا الشياكه دي، شفتوا القمر ده؟ كنت كل ما اجي هناك الاقيكي بتتخانقي. قالت لي شفتي؟ ايوه كانوا بيضايقوني يا اختي. والله زعلت، انا بزعل قوي على الحرب اللي احنا بنعملها، والدنيا دي مش مستاهله. ليه نضايق بعض كده؟ انا مش فاهمه. المهم، عندها بقى فناجيل قهوة وفناجيل شاي، وعندها مجات، وعندها سرافيس، وعندها برطمانات. عارفين انا بعشق البرطمانات اللي هي كبس دي، اللي هي بكليبس. وخصوصا ركزوا بقى في الحته دي، نقوا البرطمان اللي فيه الكاوتشه. اوعوا تاخدوا برطمان ما فيهوش الكاوتشه وتقولوا ايه يعني ما هو مش عارفه ايه. صدقوني بيدخل له نمل. وبصوا شايفين فناجيل القهوه فيها بقى ايه؟ شرخه كده من الجنب صغننه. بصوا مثلا المج ده عجبني، او كنت خلاص هاخده لقيت الشرخ اللي في الوش ده. انا بحب الحاجه اللي هي المميزه، مش الحاجه اللي فيه منها كتير. بصوا البرطمانات قد ايه جميله، وكمان طواجن. بصوا هتلاقوا عندها كل حاجه، والست متهاوده جدا، يعني اسعارها حلوه. بصوا ممكن تلاقوا غطا حله زي كده، انت تكوني عندك حله غطاها اتكسر، ما هي غطاها زي سبايركس. بصوا لفت لكم من الناحيه التانية عشان اصور لكم كمان الطاسات اللي عندها. بصوا مش محتاجه غير تنظيف. نضفي واعملي، وانا هبقى اقول لك تنضفي الحاجات دي ازاي، حرفيا بتطلع جديده. وهقول لكم السر، والله العظيم هديكوا السر النهارده في اللايف عشان لو رحتي اشتريتي حاجه زي كده نضفيها ورجعيها جديده، وبعد كده استخدميها. اوعي تستخدمي حاجه غاسله كده قلبه وقومه. الحله دي ما كنتش قادره اشيلها من تقلها، حرفيا جميله جدا، صاج محمل قوي. بصوا بقى تروحي منقيه لها غطا كده من عندها. بصوا الغطيان اللي عندها شاور لكم عليها دلوقتي. كمان عندها صواني زي ما انتم شايفين كده، بصوا من كل المقاسات. عندها صواني كيك، عندها صواني، بصوا الغطيانه هي عماله اشاور لكم عليها. عندها هون باليد زي ما شفتوا كده. عندها حلل، عندها بصوا الحلل الستانلس ستيل اللي عماله، بصوا الغطيانه هي عماله اشاور لكم عليها بالكاميرا. بصوا لو عندك حله غطاها اتطبق، غطاها ضاع، غطاها جيتي تدي اختك حله وضيعت لك الغطا. الست دي هي بتبقى قاعده جنب بتاعه الصابون في الجراج جوه اللي هو اخر الكوبري ده، واحنا خلاص بقى رايحين على الكورنيش، تمام؟ لغايه كده. بصوا بقى الراجل ده لقيته قاعد وراها، تمام؟ معاه بقى شوزات فيرست كوبي، بس فيرست كوبي امور قوي، يعني فيرست كوبي من اللي هو ايه، درجه اولى. هو فعلا فيرست كوبي، يعني تقليد نضيف، او تقليد نمره واحد، فاهميني؟ عايزه اقول لكم عنده حاجات، والسعر عنده بيبدا من 100 جنيه ل 150 جنيه. اغلى قطعه عنده كانت ب 150 جنيه، تمام؟ كل اللي هو بيوريهوني ده كان ب 100 جنيه يا بنات. على فكره اولادي وشبابي وبناتي وكل حاجه عنده، كل حاجه. اسعاره ايه يا شيرين؟ انا النهارده تعبت جدا زوري مش قادره اتكلم، انا اسفه عشان كده تلاقوني بقطع، تمام؟ اسعاره ايه يا شيرين؟ من 100 ل 150 اغلى حاجه. ده تقريبا كان ب 150، هو اغلى حاجه، تمام؟ يعني هتلاقوا الاسعار عنده قمر 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 قمر، تمام؟ يعني
بالمختصر المفيد. سوق الحد ده مليان تقولوا بقى روايع الزمن الجميل، ولا بقى الصابون واللي شفته هناك حدوته ملتوته كده، مش قادره اقول لك. في الكونفرس ده، بصوا الكونفرس ده ب100 جنيه، تخيلوا بقى. الكونفرس ده على فكره ماركه، دي ماركه يعني، الشوزه دي اسمها كده، اسمها كونفرس. بصوا شايفين القمر، بصوا 100 جنيه، 100 جنيه، متخيلين؟ عايزه اقول لكم السوق ده مليان حاجات يعني ولا اروع. بصوا بالتيكت، حاجات بالتيكت، بصوا ب100 جنيه، والله جميله ومقاسات زي ما انت عايزه. دي شوزات جديده على فكره، اوعوا تفكروها مستعمله ولا بواقي، لا هي بواقي محلات بس جديده. الشوز ده بقى عجبني قوي، رجالي امور كده، امور في نفسه كده، شيك قوي كده، وتحسوا اللي هيلبسه يبقى برنس، بس ما يتقالش عليه غير كده. عايزه اقول لكم بقى الحدوته بتاعت الصابون قبل ما فقره الصابون تيجي. اللي عندها بقى غسالة أطباق تزقطط وتفرح بقى، اللي عندها غسالة أطباق تزقطط وتفرح. استنوا بقى اما اقول لكم المعالق دي قصتها ايه الأول. المعالق دي تمام، في منها اللي هي 4 ب10 وفي 3 ب10، وأغلى قطعة معلقة في السوق ده ب5 جنيه، اللي هي التقيلة بتاعت اللطقم. حضرتك عندك طقم غالي جدا وضيع منه معلقتين 3، روحي السوق ده، انا واثقه انك هتلاقي المعلقتين 3 دول، واثقه. انا نفسي كل ما تعجبني بقى قطعه في السوق ده اجيبها، قطعه بقى ماركه، قطعه تقيله، عارفين اللي زي ما بيقولوا كده ماليه مركزها. هنا اي معلقه صغيره بتاعت الشاي ب2.5، اي معلقه من برنيكه بتاعت الشاي دي ب2.5، او شوكه صغيره. بصوا بقى الشاب ده عنده شويه حاجات اموره، أمورة دي كلمة قليلة. بصوا الطبق ده ب25، اللي جنبه اللي أنا مسكته الأولاني كان ب35، ده كان ب35 برضو، بولات كده شوربة أمورة قوي، بصوا 35. بيجيب شوية حاجات، ودي 25 تمام، بولات صغنططة شوية. بيجيب شوية حاجات الشاب ده، وعنده المجات دي بقى على أشكالها وألوانها بقى، دي حاجات جديدة بقى كلها، اللي شفناه قبل كده كان شغل فنادق، لكن دي حاجات جديدة. عنده بقى شوية نظارات فيرست كوبي، مش قادرة اقول لكم. انا بقى باخد من الشاب ده ايه؟ العلب، انا من عشاق العلب، يعني انا من عشاق العلب، مش قادرة اقول لكم بطريقة هستيرية يعني. مطبخي كله علب، كله علب، معرفش ليه. كل حاجة بحب احطها في علبة، كل حاجة احب احطها في علبة. بصراحة بتظبط الدنيا جدا جدا في التلاجة او الديب فريزر، ما بقاش الدنيا مبهدلة خالص. بصوا عنده بقى الحاجات الفخار دي، بصوا كل الحاجات الفخار الشياكة اللي تتخيلوها هتلاقوها عند الشاب ده. انا بقول لكم خدت منه علب، كنت هنا بقى بسأله على القطعة دي، قال لي لا ده طقم يا استاذة، كله على بعضه ب1950 حرفيا. مش هتكلم، انا مش هتكلم، طقم خطير والله العظيم، طقم خطير رائع، كلمة رائع دي قليلة. العلب دي بقى ب65، علب كبيرة زي ما انتم شايفين، دي ب75، 3 مقاسات، بس هي الكبيرة بتاعتها حلوة مالية مركزها. وفي حاجات عاملة 55 أو 50، الصغير خالص منها اللي هو ده تمام. دول 3 مقاسات، 3 مقاسات، مش فوق بعض، مش تدريجيا يعني، 3 مقاسات موحد. المهم بقى عايزه اقول لكم على قصه الصابون. اللي عندها غساله اطباق تدعي لي، في السوق ده هتلاقي الاقراص بتاعت غساله الاطباق، هتلاقي الباودر بتاع غساله الاطباق، هتلاقي كل حاجه بتاع غساله الاطباق وبروكس التراب، وكمان في تايد واريال وحاجات كتير، وكمان في هنا البنوته دي عندها شويه برفيوم كده. بصي بقى تعالوا نتفق ان ده مش برفيوم اصلي ولا اي حاجه، ولا حاجه من دي ازازه ب5 جنيه، ازاي هتبقى اصليه؟ دي رموش على فكره، العلبه ب20 تمام. وهنا عندها الفاونديشن ده، الفاونديشن ده حلو جدا صدقوني والله، ده بقى اصلي، لان هي مش هتعبي الازايز بصراحه من عندها. ده انا بقى خدت منه. انتوا عارفين ان انا كلامي يعني الحمد لله والله مش بشكر في نفسي، صدقوني فهموا كلامي يعني، متزعلوش مني، انا ما بحبش التفاخر ابدا والله العظيم. وعلشان كده يعني بفكر ما اطلعش بوشي في اللايف، عشان مش عايزه حد يعرفني في الشارع، فاهميني؟ لكن والله انا بوصل لكم الصوره التمام. بصوا الاكليدور ده عامل 5 جنيه، اي اكليدور اي واحده عامله 5 جنيه. ده انا برجه عشان لقيت فيه برونز كده، انا بعشق الاكليدور من زمان اللي فيه برونز ده. هنا الازازه دي عامله 10 جنيه تمام. زي ما قلت لكم تعالوا نتفق ان ده مش اصلي خالص طبعا. بصوا بقى شكل الازازه عامل ازاي، انا بقى ده كلامي للعروسه. بصي
العروسه بقى اللي بتجهز ماشي، ليه تروح تشتري مثلا 5 6 ازايز برفيوم بحوالي 500 600 700 800 الف جنيه او 1000 جنيه؟ وانا عارفه ان انتوا بتبهوقوا قوي في المواضيع دي بصراحه. طب ما تروحي السوق ده تاخدي لك كام ازازه كده شكلها حلو على تسريحتك، لمتي نفسك لمتي ايدك في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده، واشتري بس ازازتين جداد. بصوا دي مثلا شكلها جديد ازاي، اشتري يا ستك كل ازازتين جداد. مالها الازايز دي مالها؟ بصي تحفه اهي، بغطاها بشياكتها، هتحطيها كده وسط هدومك كده اللي انت بتجهزيها في الشنطه زي ما بنعمل من التسعينات. ماشي. اما تيجي تفرشي شقتك يستحيل حد هيقولك دي جايباهم من سوق، صدقيني انا يستحيل حد هيشك ابدا انك جايبه الحاجات الحلوه دي من سوق. تمام، انا زي اختك الكبيره، اعتبريني زي والدتك، اعتبري اللي تعتبريه. المهم انا بوصل لك والله العظيم الصور. لا ما تجيبيش الاكل دور وتشيليه، لا هاتي حاجات من دي. الاكل دور لا، ما وصلتش ان احنا نجيب الاكل دور ونشيله يعني، فاهماني؟ بس حقيقي حاجات جميله. وصلنا بقى لقصة الصابون الغالي غلاء فاحش. تعالوا انا بقى اعرفكم المكان اللي كلكم هتروحوا عليه وهيبقى بضرب النار ان شاء الله في الايام الجاية بسبب الفيديوهات دي. تمام، الراجل ده بقى بيبيع الفينش ده او الفينش ده بكام؟ ب40 جنيه. الكيلو ده يا حبايب بيتباع ب100 جنيه في الماركت، او دلوقتي تلاقيه عدى، تلاقيه ب120 ولا ب130. الاكياس دي اكياس الفينش ده 900 جرام ب40 جنيه، الجرك ب40. الكيس ده 900 جرام، وهجيب الكاميرا على كلمة 900 جرام اهو، ب40 جنيه. الاصفر ده كان بالليمون، ده مش عارفة بايه. المهم اكياس الاريال دي 2 كيلو ونص، غسالات فول اوتوماتيك هو والاوكسي زي ما بنجيبه اهو، شركة اوكسي وشركة اريال، تخيلوا ب75 جنيه. انا مش فاهمة ازاي. طيب انا عايزة اعرف عايزة اعرف حاجة، يعني هل الحاجات دي صلاحيتها انتهت؟ طب لو صلاحيتها انتهت الهدوم هيجرى لها ايه؟ مش هيجرى لها اي حاجه. المهم عايزه اقول لكم ان في ناس حبايبي انا قلت لهم على السوق ده وراحوا اشتروا الحاجات دي، هم اكيد سامعيني دلوقتي، وهم اللي قالوا لي الحاجه طلعت واو. انا نفسي ما كنتش جربت منها غير مساحيق الاطباق. تمام، الناس دي بقى شكروا لي بقيه الحاجه. عندهم كمان صابون لايف بوي، عندهم صبغات زي ما انتم شايفين كده، عندهم كمان صبغات غرنيه. مش قادره اقول لكم المنبع ده بصوا انا بشاور اهو، انا قدام الكشك بتاع الجيش اهو، وادي ده المنبع اللي انا شاورت عليه التاني ده مدخل الجراج اللي انا بصور فيه بقى كل الحاجات اللي انتوا بتشوفوها في الفيديو ده. تمام، بصوا بقى صابونه الدوف دي ب20، الصابونه دي بره معديه 30 جنيه. انا عارفه الصابونه دي من زمن الزمن كنت بشتريها ب7 جنيه، ده من زمن، من يجي 12 سنه 7 جنيه. تمام، زي ما انتوا شايفين هو عنده حاجات كتير جدا جدا جدا. تمام، عنده ماسكات، عنده لوشن، عنده اللي هو الكريم بتاع الشمس. تمام. عايزه اقول لكم اسمه عبد الرحمن، ربنا يبارك له بصراحة. هو فارش جوه برضو في السوق، بس ده المحل بتاعهم. السيجنال ده ب5 جنيه العبوة دي. تقولوا لي ليه؟ اقول لكم ده شغل فنادق. حد مثلا يستعمل منه مرة بيروحوا بقى راميينه خلاص كده، مش عايزين منه حاجة، مش بيرموه يعني عشان ما تستقوش من كلمة بيرموه، خلاص بيستغنوا عنه يعني، فاهميني؟ بصوا مثلا مستر ماسل ده عامل 25 جنيه. هو حلف لي ده كمان بيديها لك بالكبسولات بتاعتها. هو حلف لي ان مستر ماسل ده بره بحاجه و40. تمام، فعلا الحاجه غليت اوفر قوي. تعالوا بقى يعني نوفر شويه ونروح الاسواق دي او نتجه للاسواق دي. بس والمهم حذاري تجيبوا مواد غذائيه من الاماكن دي، والله انا بحذركم عشان انتوا زي اخواتي واحنا اهل، وخدوا بالكم الصحه ملهاش قطع غيار زي ما بيقولوا. اوعي تجسفي بحياه ولادك وتجيبي حاجه ارخص من بره. صدقيني لا، هاتيها باغلى للغاليين، الغالي للغالي. ولادنا مش مالهمش قطع غيار. تمام، ربنا ادانا امانه لازم نحافظ عليها. واحنا في اخر الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايف النهارده هنتكلم في حاجات كتير عن الحاجات دي وكل التفاصيل ان شاء الله. كنت معاكم شيرين كمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.